كان يكره كل لحظة في التمرين، لكن تلك الجملة جعلته أسطورة. محمد علي كلاي، أعظم ملاكم في التاريخ، كان يستيقظ كل يوم وهو عاجز عن الاستمرار. التمرين شاق، جسده يتألم، وكل شيء بداخله كان يقول له كفى. لكن أتدري ماذا قال؟ قال: كرهت كل لحظة في التدريب، ولكنني قلت: لا تستسلم، تحمل الآن، وعش بقية حياتك بطلاً. هذه ليست مجرد كلمات، إنها عقلية من يعرف إلى أين يذهب ويدرك تماماً ثمن الرحلة. واليوم اسمه محفور في ذاكرة التاريخ، ليس لأنه كان الأذكى ولا لأنه كان الأقوى، بل لأنه لم يتوقف، لم يتكاسل، لم ينهزم. تلك الجملة ظلت تتردد في رأسه حتى آمن أنه قادر على البناء، على التغيير. وتلك الجملة ربما تكون بداية تحولك أنت أيضاً. وإن وصلت لنهاية هذا الفيديو فاعلم أن في داخلك شيئاً عظيماً، فلا تدع التعب يكسرك، اجعل منه سبباً لارتقائك.